أدوية يمنع تناولها بعد القهوة. لابد من تناول فنجان قهوة عند الصباح أو في وقت الاستراحة. فهناك أشخاص لا يكتمل نهارها أو عملها دون القهوة، ولكن يمنع على البعض تناول أدوية معينة عقب القهوة بشروط مرور على الأقل ساعة. من تلك الأدوية مضادة الاكتئاب. يتناول شخص من كل 10 أدوية مضادة للاكتئاب في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي تعتبر من أكثر الأدوية الموصوفة للبالغين في العشرينات والثلاثينات من العمر. ويمكن أن يقلل الكافيين من امتصاص المواد الفعالة من الأدوية المضادة للاكتئاب مثل فلوفوكسامين والأميترا بيتيلين والإيستالوبرام والإمبرامين، مما يسبب بتقليل فعالية الدواء، وبالتالي فقد لا تحصل على الفائدة الكاملة من العقار. وتشير الدراسات إلى أن فلوفوكسامين قد يفاقم الآثار الجانبية المعتادة للكافيين مثل الأرق وخفقان القلب.